بعد تطبيق الضريبة واللي حصل وارتفاع أسعار الموبايلات، فأنا جاي من الآخر كده أقول لك على 10 موبايلات، الموبايلات دي اتظلمت جدًا، جدًا، جدًا بداية سنة 2025 تكاد تكون ما فيهاش عيوب ملحوظة، عيوب قوية تخلّيك تبعد عنها، ولكن للأسف اتظلمت بسبب التسعير وبسبب كمان إن في موبايلات منها كتير اختفت من السوق ما تفهمش اختفت ليه. ومبدئيًا أي موبايل من الموبايلات اللي أنا هاذكرها دي لو لقيته قدامك استعمال أو حتى كسر زيرو أو حتى جديد حاول إن أنت تشتريه لأنها فعلًا موبايلات قوية، خلطات من الشركات بتاعتها ما أعتقدش إنها ممكن تتكرر تاني. فقبل ما أقول لك أي حاجة أكيد ما تنساش لايكك، سبسكرايبك الرايق وتفعل زر الجرس عشان يوصلك مني دايمًا كل جديد. ما تنساش كمان تتابعني على كل المنصات التانية هاسيبها لك تحت في الديسكربشن. أما دلوقتي بقى خلينا نخش في تفاصيل الفيديو. اهلا وسهلا بيكم، انا محمد ودي قناه امك ريفيوز. واول موبايل وعلى راس القائمه دي فعلا هو ريلمي 12 برو. الموبايل ده احسن موبايل فئه متوسطه بالنسبه لي في سنه 2024، ولو كان استنى ل 2025 كان هيظل افضل موبايل لحد الان، لانه قدم خلطه ما اعتقدش انها هتيجي في اي موبايل تاني. بص كده على الموبايل ده لو كان لسه موجود تحت 15000 جنيه زي ما كان موجود في وجود دلوقتي الاي 34، في وجود الموتورولا موتو جي 75، او حتى الموبايلات اللي موجوده دلوقتي في السوق المصري، هتلاقي ان الريلمي 12 برو يكتسح. تصميم من الجلد، دعم مقاومه غبار وميه اي بي 65، شاشه خطيره اموليد 120 كيرف شكلها شياكه، معالج 6 جين 1، ثلاث كاميرات يا باشا فعليين، كاميرا اساسيه وكاميرا الترا وايد وكاميرا 2 اكس اوبتيكال زوم، وبتوصل معاك ل 20 اكس ديجيتال، وكاميرا اماميه كويسه جدا ولطيفه مع شاحن 67 واط مع بطاريه 5000 ملي امبير، ان اف سي، سماعات ستيريو. الموبايل مترشق كميه حاجات. تتظلم ليه بقى؟ لان الموبايل للاسف بعد موضوع الضريبه، لانه كان ضمان دولي، اختفى تماما من السوق. وما اعرفش ليه شركه ريلمي ما حاولتش انها تتيح الموبايل ضمان محلي حتى لو ب 15 ولا ب 16، بس كان يبقى الموبايل موجود. لكن للاسف الموبايل اختفى تماما من السوق وظهر بديله العاجز جدا دلوقتي ريلمي بي 1 برو، اللي انا شايف انه في فرق كبير جدا ما بينه وما بين العظيم الريلمي 12 برو. اما بالنسبه للموبايل رقم 2، الموبايل ده لاي حد جربه هيقول لك الموبايل كويس ما فيهوش اي حاجه، هو السامسونج اي 55. موبايل من احسن المسكات اللي ممكن تمسكها في ايدك لموبايلات بريميوم من سامسونج، لان الموبايل ده ظهر ازاز، فريم من المعدن، دعم مقاومه غبار وميه بشكل كامل، شاشه حلوه جدا ما فيهاش اي مشكله، يمكن حوافها اكبر من المنافسين، ولكن الشاشه خطيره فيها كل اللي انت عايزه. وفي نفس الوقت الموبايل ده بيقدم معالج محترم اكزينوس 1480، ومعاك هنا كمان تجربه كاميرات من الافضل اللي ما كانتش هي اصلا كانت الافضل تحت 20000 جنيه قبل ما الموبايل سعره يزيد. ولكن للاسف الشديد موبايل زي ده سعره يوصل ل 22 و23 الف جنيه، فيخش في مقارنه مع الفيفو في 40 ومع الاونر 200 اللي كانوا اصلا بالنسبه له موبايلات فئه متوسطه عليا، وهو كان موبايل فئه متوسطه قبل زياده الاسعار. فانا مش فاهم سامسونج بتفكر ازاي انها تحط موبايل خطير زي ده توصله انه ينافس في فئه هيتظلم فيها ومش بتاعته. فعشان كده بدأ الاي 55 دلوقتي يتظلم ويتنسى، مع انه من افضل موبايلات سامسونج لسنه 2024. اما بالنسبه للموبايل رقم 3 وده اتظلم مؤخرا، هو الانفينكس هوت 50. افضل موبايل فئه اقتصاديه مؤخرا انا شفته في السوق بصراحه. معالج جي 100 مع شاشه اي بي اس فول اتش دي بلس 120 هرتز، في نفس الوقت معاك بطاريه ممتازه 5000 ملي امبير، كمان معاك تجربه كاميرا اساسيه خطيره حلوه وكاميرا اماميه حلوه، ومعاك تصوير 2K ما بنشوفهاش دي اصلا في الفئه الاقتصاديه. توليفه وخلطه محترمه جدا من شركه انفينكس، التصميم حلو بدعم مقاومه طرطشه الميه، كل الحاجات الخطيره دي كانت في فئه 6500 جنيه 6600 جنيه. ولكن مؤخرا من كتر الضغط على الموبايل اختفى، واللي بيبيعه بيستغل الوضع وبيوصله ل 7000 و7300 و7400 جنيه، مع ان انا كنت شايف ان وجود موبايل زي ده بيعمل منافسه كبيره وبيشجع الشركات انها تقدم حاجه تنافسه. ولكن للاسف التجار عندنا في السوق دايما بيستغلوا الحاجه اسوأ استغلال. فالانفينكس هوت 50 انا شايفه موبايل اتظلم جدا مؤخرا، كان نفسي يكمل اكتر من كده في السوق ويكون على نفس سعره اللي هو كان محتل اصلا فئه 6000 جنيه. ولكن دلوقتي الموبايل للاسف انت بتدور عليه ما بتلاقيهوش بسبب اللي بيحصل. الموبايل اللي بعد كده الموتورولا موتو جي 75، يعتبر افضل واحد في عائله موتورولا، احسن من الجي 35 وافضل من الجي 85 الاعلى منه، الموبايل الوحيد فيهم المظبوط واللي كان تسعيره كويس اول ما نزل من موتورولا ب 12000 جنيه. يعني كل حاجه حلوه في الموبايل ما عدا الشاشه الاي بي اس، معالج قوي، كاميرات حلوه بتصوير 4K بسماعات ستيريو دولبي اتموس، شحن كويس جدا، بطاريه ممتازه. الموبايل فيه حاجات كتيره حلوه، ولكن للاسف حاجتين ظلموا الموبايل ده. اولا بعد نزوله بحوالي اسبوعين ثلاثه الموبايل سعره نط ل 13500 جنيه، وانا مش فاهم ده حصل ازاي وليه. انت بقى زودت سعر الموبايل يا باشا، انا بدفع فلوس كتيره في الموبايل ده، هل الموبايل ليه قطع غيار؟ لا. ليه اكسسوارات؟ لا. مفيش
اي دم عند الشركه انها تنزل حاجه زي كده لموبايل غالي مش رخيص. فدي بالنسبه لي حاجه تعتبر قطمت ونهت خالص الموتو جي 75 في السوق، خرج بره ترشيحاتي مع انه كنت بحطه من اقوى وافضل الموبايلات اللي ممكن تجيبها. الموبايل اللي بعد كده هو الريلمي جي تي 6، موبايل لو كان موجود دلوقتي كان احتل الفئه المتوسطه العليا، لانه خلطه مستحيل ريلمي تكررها تاني. المعالج ال 8 اس جين 3، الشاشه المحترمه، الشحن السريع، البطاريه الممتازه، الكاميرات الكويسه، كل حاجه في الموبايل محترمه جدا جدا جدا. موبايل معمول باحترافيه من ريلمي، موبايل فعلا ممتاز. لو انت جبت الموبايل ده صدقني مش هتبقى متضايق منه، واللي معاه الموبايل ده يكتب لي تحت في الكومنت هتلاقيه بيقول لك الموبايل كويس ما فيهوش اي مشاكل. ايه مشكلته؟ ان الموبايل ضمان دولي، بعد القرار اللي اتطبق الموبايل اختفى. طب ريلمي قررت انها تقدمه مثلا ضمان محلي حتى لو هتوصل سعره للاونر 200 برو، ما حصلش والموبايل اختفى. والموبايل دلوقتي ناس كتيره بتدور عليه، ولكن للاسف الموبايل ما عادش موجود وبدا يموت في السوق. وانا مش فاهم ليه موبايل حلو زي ده تموتوه بالشكل المبالغ فيه ده. اما بالنسبه للموبايل اللي بعد كده، هو لو انت حضرتك جيمر وعايز تلعب 90 فريم تحت 15,000 او تحت 16,000 جنيه، كان في موبايل محترم جدا البوكو اكس 6 برو، موبايل قوي ممتاز بمعالج دايمنستري 8300 الترا، معالج محترم وفيه مواصفات كويسه. الموبايل ما فيهوش اي مشكله. ده مش من موبايلات مثلا شاومي اللي ضايقتني في الاستخدام، وهو كاميراته مش بترتقي الموبايلات بتاعه الكاميرات او بتاعه التصوير في الفئه المتوسطه، ولكنه مقبول من كله، بيقدم كاميرات كويسه، بيقدم شحن سريع، بطاريه ممتازه. موبايل زي ده بقى كان للاسف ضمان دولي، لما حصل الضريبه الموبايل اختفى، لانه مطلوب بالنسبه لقطاع كبير جدا من الناس عايزين يلعبوا فريمات عاليه بس ما معهوش انه يطلع فوق ال 20,000 جنيه، فكان البوكو هو الملجا الوحيد. وانا كنت شايف ان موبايل زي ده خطير انه يكون موجود دايما تحت ال 20,000 جنيه، كان اختيار قوي للي عايز يلعب ونفسه يلعب 90 فريم او اعلى كمان من 90 فريم. اما بالنسبه للموبايلين اللي بعد كده هم من فيفو، الفي 40 لايت والفي 40 من نفس العائله. الفي 40 الكبير موبايل محترم متوازن ما فيهوش ولا غلطه حرفيا غير مدخل 3.5 مللي. ايه اللي حصل بقى؟ الموبايل كان سعره تقريبا 22,000 جنيه، بعد بالظبط ما طبق قرار الضريبه الموبايل سعره مبالغ فيه ضرب ل 27 و26,000 جنيه، وبعد كده اختفى فتره كبيره وما بقاش موجود. وفي ناس كتيره بتطلب الموبايل وعايزاه. ليه فيفو مش قادره توفر الكميه مع ان اصلا الموبايل كان ضمان محلي؟ ده ظلم الموبايل جامد جدا واجى على مبيعاته، وخصوصا ان في الفتره دي الموبايل كان مكسر الدنيا في المبيعات، وخصوصا كمان ان شركه فيفو عايزه تعمل اسم كبير في السوق المصري وعايزه تبيع زي بقيه الشركات التانيه. فانتوا بتعملوا اعلانات كتير، بتبعتوا الموبايلات ليوتيوبرز كتير يجربوها، طب على الاقل وفروا كميه بقى ما دام انتوا عايزين تنتشروا في السوق. ولكن للاسف الموبايل اختفى ورجع تاني يتوفر الفتره دي، وبيتوفر ب 24,000 جنيه، ولكن الكميه برضه محدوده وقليله. اما بقى بالنسبه للفيفو في 40 لايت فكان الاول سعره مناسب جدا، موبايل بيلعب في حدود ال 8 9,000 جنيه، كان قلب الدنيا الموبايل ده، وكان بيقدم شحن 80 واط، ما كناش بنشوف الحاجات دي، ودعم مقاومه غبار وميه، تصميم اليجنت ممتاز. ولكن للاسف برضه نفس المشكله، الموبايل اصلا كان ضمان محلي، اتطبق الضريبه، الموبايل ملوش اي علاقه اصلا بالموبايلات الدوليه، وبرضه شركه فيفو رفعت سعره وخفته تماما. مشكله ان انتوا عايزين تعملوا اسم وعايزين تعملوا مبيعات وعايزين الناس تثق فيكم اكتر واكتر، وانتوا مش قادرين توفروا كميه. فدي بالنسبه لي حاجه غريبه. انت ليه اصلا بتبعت الموبايل لناس تتكلم عنه وعايز تشهر الموبايل اكتر واكتر وانت ما عندكش الكميه المطلوبه؟ دي بالنسبه لي حاجه مش مفهومه وسياسه غريبه من شركه فيفو، انا مش فاهم هم بيعملوا كده ازاي. اما بالنسبه لاخر موبايلين هم من اونر، وانا جربت الموبايلات دي والموبايلات دي محترمه، واونر برضو لعبت نفس السياسه بتاعت فيفو، الاونر اكس 7 سي والاونر اكس 6 بي، وخصوصا الاكس 7 سي اللي كان يوما ما من اقوى الاختيارات الموجوده في 7,000 جنيه، في كل اللي انت عايزه، سماعات ستيريو، دعم مقاومه الغبار والميه، تصميم حلو، شاشه كويسه على فئه 7,000 جنيه مقبوله يعني، ومعالج كويس 685. الموبايل توليفه حلوه بكاميرا اساسيه كويسه، دعم شحن 35 واط، هو طبعا الشاحن مش معاه في العلبه ولكنه بيلم اغلب الحاجات الموجوده بالان اف سي، بالحاجات اللي انت بتدور عليها. وبرضه حصل نفس المشكله، مجرد ما قرار الضريبه اتطبق الموبايل اختفى، بعد كده ظهر ب 10,000، بعد كده رجع ينزل ل 8,500 جنيه. ليه وانت عندك موبايل مكسر الدنيا في 7,000 جنيه تطلعه لفئه سعريه هو مش قدها، اللي هي فئه 8 اللي فيها الموتورولا موتو جي 35، اللي فيها السامسونج اي 16 والاي 15؟ ليه عايز تحط الموبايل في فئه مش بتاعته مع انه كان مسيطر على الفئه بتاعته؟ دي حاجه مش مفهومه. ده بدل ما تزود الموبايل اكتر وتحاول انك تثبت سعره وتستغل الوضع عشان تبيع كميات اكبر. والغلطه الاكبر اللي ظلمت الموبايل اللي بعده الاكس 6 بي، ده موبايل كان مسيطر
وثابت وجوده في فئة 5000 جنيه هو والإنفينكس هوت 50. إنفينكس تطلع أذكى منهم وتسيب الإنفينكس هوت 50 في نفس الفئة بتاعته 5000 جنيه، وأونر ترفع الموبايل ل6.5 أقل نسخة، و7.5 والّا 7.400 النسخة الكبيرة اللي هي ال6256. هل ده تفكير حد منطقي إنك تودّي موبايل لفئة 7000 جنيه هو أصلًا مواصفاته مواصفات موبايل اقتصادي وعايز تبيع؟ انسى إنك أنت تبيع بالشكل ده، مع إنه موبايل محترم ككاميرا كويسة، كأداء كويس، كماسكة كويسة، وحجم الموبايل محترم. أنا حبيت الموبايل فعلًا وكان موبايل محترم وكنت بارشحه لأي حد، ولكن دلوقتي أرشحه لمين والموبايل سعره النسخة ال6128 ب6.5 وال6256 ب7300، اللي هو أنت داخل في منافسة قوية مع الإنفينكس هوت 50 اللي يكتسحه من جميع النواحي. كان ممكن تسيب الأونر X7C في 7 زي ما هو ينافس الإنفينكس، وكان ممكن تسيب الأونر X6B كاختيار تاني بعد الإنفينكس هوت 50 في فئة 5000 جنيه، وخصوصًا إن أنت عارف إن في قطاع كبير جدًا من الناس بيقلق من إنفينكس وبيبقى عايز بديل تاني في فئة 5، وده عدد مش قليل على فكرة من الناس في السوق ما معاهاش فلوس وبتتكلم في فئة 5، 6000 جنيه. أنت افتقدت الفئة دي وطلعت لفئة أنت مش قدها بالأونر X6B اللي هو أصلًا موبايل اقتصادي. وبس كده، دول 10 موبايلات لو كانت الشركات فهمت كويس جدًا اللعبة واهتمت بالموبايلات دي، كنت أعتقد إن الموبايلات دي هتكون من الأكثر مبيعًا بداية 2025 وهتكمل في السوق بدون أي مشكلة. لايكك، سبسكرايبك الرايق، وتفعل الجرس عشان يوصلك مني دايمًا كل جديد. قُل لي برضه لو في موبايلات أنت شايفها اتظلمت من وجهة نظرك، اكتب لي اسمها تحت في الكومنت، وكالعادة انتظرني في فيديو جديد. سلام.